السلام عليكم. في بداية الرود ماب اللي احنا اتكلمنا عليها بخصوص السايبر سيكيورتي، قلنا المفترض ان انت تكون متأسس بشكل كويس في البروجرامينج. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تفرق معاك جدا في البروجرامينج هو انك تحل بروبلم سولفنج كتير. المهم بداية، يعني ايه هي الرود ماب اللي احنا المفترض نمشي عليها، وايه هي لغة البرمجة اللي احنا هنحل بيها لو حد مثلا عايز يشارك معانا او كده. هل المفترض يبقى مستواه في البرمجة كويس، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ اول حاجة، ايه هي الرود ماب اللي احنا هنمشي عليها؟ في البداية انت لما بتخش على كود فورسز انت غالبا بتحل بالريتنج بتاع كود فورسز، يعني بتجيب الفلتر وتشوف المسائل اللي الريت بتاعها قليل مثلا بيبدأ من 800 وتبدأ تمشي ايدك فيها. لو لقيت انك بتحل بشكل كويس فكنت بتعلى بالريت وهكذا، ولكن انك تمشي على رود ماب كويسة ده هيفرق معاك وكمان هيسهل عليك كتير. بالنسبة للرود ماب اللي احنا هنمشي عليها هو شيت باشمهندس مصطفى سعد. هو كان شارح الشيت ده في فيديو، هسيب لك الفيديو في الديسكريبشن. سريعا يعني هو كان مقسم الحل هنا بطريقتين، يا اما انك تحل بطريقه البلايند اوردر، يا اما انك تحل عن طريق التوبكس. البلايند اوردر هتلاقي ان هي الشتات اللي تحت دي من A to D. الفكره كلها فيها انك وانت بتحل على المسائل مش بتبقى عارف المساله دي تبع انه توبك. والله لو انا مثلا ذاكرت الفور لوب وبحل مساله على الفور لوب، فانا اوريدي عارف التوبك ده، فخش الفكره هتبقى في دماغي على طول. مستر بلايند اوردر ان المسائل بتبقى مترتبه على حسب الريت، ولكن انت مش عارف التوبيك بتاع المساله ايه، فده في شكل ما بيخليك تفكر اكتر. الطريقه الثانيه وهي طريقه التوبكس، ان هو بيكون هنا مقسم لك المسائل على حسب الريت في الجزء ده اللي هو في جزء الليفل، وفي نفس الوقت برضه هتلاقي الكاتيجوري بتاع المساله، يعني المساله دي فكرتها ايه. قالوا كده معناها ان هي مش معتمده على الجوريزم معين. هتلاقي طبعا في الاخر خالص مسائل كتير معتمده على الجوريزم بيكون كاتبها لك في جزء الكاتيجوري، وبرضه على حسب الليفل ده. لو انت عايز تصنف الليفل ده على حسب كود فورسز، هو عملوا لك في الجزء ده في جزء الانفو بيقول لك ان ليفل من 1 لحد 2 ده ديف تو ايه، من 1.5 لحد 3 ديف تو بي، وهكذا. انا بستخدم نوشن، فعملت بايثون سكريبت بحيث ينقل لي الشيت ده لنوشن بيج، وبرده لينك الشيت لو احتاج ترجع عليه وكده. الطريقه اللي احنا هنمشي عليها هي الطريقه الثانيه، وهي على حسب التوبيك. هتلاقي هنا الاسم بتاع المساله، وكل مساله هي نستد بيج، يعني ممكن تفتح البيج بتاع المساله. انا فضلت اعمل كده بحيث ان كل مساله ليها السودو كود اللي انا كتبته بيها، بحيث لو احتاج ترجع ليها ده هيسهل عليا كتير، هبقى عارف فكره المساله على طول. وبرضو الكود بتاع المساله حليناها ازاي، سواء بجافا او سي بلس بلس، هنتكلم في الجزء ده بعدين. وبرده اللينك بتاع المساله على كود فورسز، بتكتب هنا الاستاذ بتاعتك هل هي اكسبتد معاك على كود فورسز ولا لا، السبميت كاونت هل عملت لها سبميت من اول مره ولا حصل معاك ران تايم ايرور. جزء الكودنج تايم والديباج تايم، انك بتحسب الوقت اللي انت اخدت فيه كتابه الكود والوقت اللي انت اخدت فيه وانت بتعمل ديباجنج. ممكن تستخدم الفلتر ده في السورتنج، هل هترتب ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي على حسب الليفل في الجزء ده. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي ايه هي لغه البرمجه اللي احنا هنمشي عليها. خلينا متفقين انك لو مسيستم نفسك انك فيما بعد هتخش مسابقه بروبلم سولفنج، فمش هتلاقي احسن من سي بلس بلس، لان ده هتخدمك في حوار السرعه. انما في الجزء اللي احنا بنتكلم عليه طبعا مش هتفرق انك هتحل باي لغه برمجه. ليه؟ لان جزء الكود انت طبعا بتحل مثلا المساله، بتشوف المساله عايزه منك ايه، بتكتبها الاول سودو كود، وبعد كده بتبتدي تكود المساله. طب احنا هنشتغل بايه؟ بما اننا بادئين ببايثون، او احنا اتكلمنا في الرود ماب عن بايثون، فاحنا هنكمل ببايثون. وبرضه هتلاقي الحل بتاع كل مساله الكود بتاعها بجافا وسي بلس بلس. طب ايه هو المستوى البرمجي المطلوب؟ زي ما قلنا احنا بادئين من الاساسيات، فهتلاقي ان المسائل بتبدا من الصفر، فمش هيكون في مشكله انك ما عندكش خلفيه عن البروبلم سولفنج، ولكن تبقى واخد اساسيات البروجرامنج. زي ما قلت لك هتلاقي شيت باشمهندس مصطفى سعد تحت، وهتلاقي برضه النوشن بيج اللي انا اتكلمت عليها تحت، لو انت احتجت تعمل لها مثلا كوبي منها وتستخدمها عندك في النوشن. وبس كده.